السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيك عزيزي مشجع الكورة المصرية الجميل. من كام يوم كنا بنتكلم واتفتح موضوع مين الأسطورة وازاي نصنف لعيب كأسطورة في تاريخ الكورة المصرية أو في تاريخ نادي معين. أول حاجة خلينا نقول إن أي نادي وأي جمهور من حقه إن هو يصنف أي لعيب عنده، سواء كان كبير صغير، بيلعب كورة حلوة ما بيلعبش حلو، بيعمل أي حاجة، إن هو أسطورة. دي خاصة بجمهور النادي. يعني أنا ممكن بكرة الصبح أطلع أقول أحمد عادل كان أسطورة، راجل عمل اسيست في برشلونه وبتاع، فممكن اطلع اقول كده كراجل اهداف. له سحره وبريقه داخل مربع العمليات. هناك ملغم مباحث باينه. كل نادي بقى وكل جمهور ليه بعض الحاجات اللي بيحطها اضافات. يعني مثلا انا كنادي الاهلي بحط الاحترام للنادي، الاحترام للجمهور، الانجازات الفرديه، الانجازات الجماعيه، البطولات اللي اتحققت، كل ده باكج على بعضه كده وبسمي اللاعب ده اسطوره. في انديه تاني ممكن ما كانتش بتكسب بطولات فبتاخد الاسطوره بتاعتها اللي هو قريب من الجمهور اكتر، اللي هو حرق اكتر، اللي هو يعني ممكن، يعني ده برضو جزء من الحاجات اللي ممكن تتقيم عليها الموضوع. طيب لو نروح بقى لأسطورة الكرة المصرية، أسطورة الكرة المصرية دي في حد عمل إنجاز كبير مع ناديه، وكمان حد عمل إنجاز للبلد، يعني حاجة كبيرة للبلد، حاجة كبيرة في وقت معين كان مؤثر فيه. ندي أمثلة، مثلا أمثلة بابو تريكة عمل إنجاز كبير مع النادي، الانجاز افريقي، الراجل خد تاني احسن لاعب في القاره، خد احسن لاعب داخل القاره 3 مرات، محقق مع المنتخب كذا بطوله. ففي مجمل اعمال كده بيتحط فيها ابو تريكه. محمد صلاح طبعا حدث ولا حرج. طيب في حاجه برضو كانت بتتقال، موضوع المشاركات الدوليه. فدايما كان بيتقال اصل كابتن محمود الخطيب اللي تقول عليه اسطوره ده ما عملش حاجه مع المنتخب. هو كابتن محمود الخطيب كان بيلعب في جيل شكله عامل ازاي؟ كان بيلعب في جيل ما بيروحش افريقيا تقريبا، او لما بيروح افريقيا بيخرج بدري. حتى لو كان الجيل ده قوي، الجيل ده كان فيه حسن شحاته وكان فيه فاروق جعفر. لو انت مش هتقول على كل دول اساطير ومش هتقول على كل دول لعيبه كويسه، يبقى كابتن محمود الخطيب براحتك ممكن ما تصنفوش كده. لكن في الاخر الجيل نفسه ما كانش بيروح، فهو الراجل مش هيطلع لوحده بسيف ويلبس ال11 تيشيرت وال11 شورت وينزل يكسب فرق افريقيا ياخد بيهم افريقيا. بالرغم من كده ان الراجل خد احسن لعيب من فرانس فوتبول، الراجل عامل اداء كويس محليا ومع المنتخب الى حد ما بناء على اللي حصل في جيله، وكمان واخد جايزه فرديه كبيره محدش خدها غير محمد صلاح. طب نيجي بقى للجيل بتاع 2006 و2008 و2010، ده جيل كان بيحقق، جيل كبير اصلا. فلما تكون انت كلاعب مش متواجد في الجيل ده وما مالكش بصمه في الجيل ده وتقريبا ما لعبتش ماتشات في الجيل ده، ما ينفعش اقول عليك اسطوره مصريه، ما ينفعش اقول عليك اسطوره للكره المصريه. يعني ما ينفعش احطك في الحته دي. انا ممكن احط احمد حسن، ممكن احط عصام الحضري، مع ان انا بختلف في الحته بتاعت عصام الحضري دي شويه. ممكن احط لعيبه كتير ممكن تحط في الحته دي، لكن في لعيبه ما دخلتش. ازاي انا اصنفها اسطوره الكره المصريه؟ انت كنادي صنف الاسطوره براحتك. لو حتى انت بتاخد الاسطوره الراجل اللي بيشتم وبيقل ادب، دي براحتك، دي حريتك الشخصيه. فاهمني ولا انا حاسس ان انا بتكلم لغه مختلفه؟ خلاص، ما يعني دي وجهه نظري بدون الاسقاط على حد وبدون التقليل من حد. دي وجهه نظري في موضوع الاسطوره بشكل عام.